صخرة ما بتتكسرش. تخيل إنك بتحفر في الصخرة حرفياً عشان تعيش، وفجأة تطلع لك صخرة تسد عليك السكة كلها. مهما تضرب فيها الفاس هو اللي يتكسر وهي ما تتخدش. ده بالظبط إحساس الصحابة في حفر الخندق، خوف وحصار وصخرة بيضة ضخمة قطعت كل حيالهم. لجأوا للنبي صلى الله عليه وسلم. نزل الخندق الضلمة، مسك المعول، سمى الله وضرب، وهنا النور شق العتمة. مع كل ضربة الصخرة بتتفتت ويطلع منها شرارة نور تخطف العين. وفي عز الخوف وهم محاصرين النبي بيبشرهم بمفاتيح كنوز الأرض. رسالة لقلبك لما الدنيا تضلم وتقف قصادك أزمة زي الصخرة سد طريقك ومكسرة مجاديفك، استعين بالله. ربنا مش بس هيفتت لك الأزمة دي، ده هيخلق لك من كسرها شرارة نور وعوض عمرك ما حلمت بيه. أنا قبلة، وهنا بنرجع للأصل.